السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص تقريبا كده بن شرقي زي ما بنقول فسخ تعاقده مع الريان القطري. يمكن الريان أعلن الخبر ده من شوية، و يعني ربع ساعة أو أقل ويكون في مطار القاهرة تمهيدا لتعاقده مع النادي الأهلي. يمكن صفقة كان فيها أخذ ورد كتير، كنا بدأنا نفقد الثقة في إنه النادي الأهلي هيكمل التعاقد. ولكن بالشكل ده خلاص الموضوع تقريبا ان شاء الله منتهي. بس طبعا يعني احنا بنستنى لما النادي الاهلي يعلن. يعني برضه في النهايه احنا بنقول كل الطرق تؤدي الى النادي الاهلي ان شاء الله، ولكن لا يزال الموضوع في اطار آه، الصبر شويه لحد ما النادي الاهلي يعلن بشكل رسمي عن انهاء التعاقد مع اشرف بن شرقي باذن الله، ويكون جاهز كمان في مباراه مودرن سبورت باذن الله اللي هي تبقى يوم الاحد الجاي. طيب في حاجه مهمه كمان عايزين نقولها برضه، انه حاليا في اكتر من مصدر تحديدا مع محمد ابو علي بيقول ان الاهلي كمان هيجيب صفقه تانية على مستوى الاجانب في سويسرا، شغال على كوتسيا او اي لاعب اخر، ممكن الياس شوارف زي ما انا قلت قبل كده. لكن برضه الياس شوارف مش هو اللاعب اللي بتدور حواليه التكهنات رايحه اكتر على كوتسيا. ولكن في كل الاحوال اذا كان النادي الاهلي فعلا من رايح سكه انه يجيب 2 لعيبه، وده معناه بالضروره انه علي معلول مش هيكمل في النادي الاهلي كما نتوقع، فانا بعتقد ان ده الخيار الرياضي الافضل بالنسبه للنادي الاهلي. يعني من الناحيه الفنيه ومن ناحيه السكواد بتاع النادي الاهلي محتاجها، هو ان النادي الاهلي يجيب 2 اجنحه مع اللعيبه الموجوده. الاهلي السنه الجايه يبقى قوه كبيره جدا، خصوصا مع وجود ان شاء الله كمان محمود حسن تريزيجيه. لكن احنا هنا بنتكلم عن حاجه ثانيه، بنتكلم عن السنه دي بطوله افريقيا وبطوله الدوري. السكواد كده ممكن يبقى شكله افضل شويه في وجود بن شرقي وكوتسيا اذا تم التعاقد طبعا مع الاثنين باذن الله. احنا مش بنقول حاجه يعني، بس احنا كل الحكايه بنقول نصبر لحد ما النادي الاهلي يعني بشكل رسمي علشان يبقى الموضوع واضح. لكن بن شرقي فسخ تعاقده مع الريان. بن شرقي ان شاء الله خلاص قاب قوسين او ادنى من الانضمام للنادي الاهلي. بن شرقي موجود دلوقتي، المفروض ان هو ان شاء الله على وصول باذن الله يوصل بالف سلامه، وبالطريقه دي ممكن نقول ان بن شرقي خلاص بقى لاعب في النادي. بس كده، الف شكر لحضراتكم، وان شاء الله لينا قاعده النهارده باذن الله بالليل اذا يعني كان في صحه يعني. بس كده، الف شكر لحضراتكم، السلام عليكم.